انا ما كنتش فاكر المساله هتبقى سهله كده. انا اول ما دخلت الشركه رحبوا بيا وقالوا لي اني هستلم الشغل من تاني يوم، وان ميس هيمن هي اللي هتدربني بنفسها لمده اسبوعين وهتعرفني على كل حاجه. هايل هايل. لازم بقى نتكلم في شغلنا احنا. اول حاجه لازم تعرفها ان شغلنا ده سر، يعني مش لازم اي حد يعرف عنه اي حاجه، لا مديرك في الشركه ولا مس هايمن ولا اي مخلوق على وش الدنيا. فاهمني؟ طبعا. الشغلانه اللي بنشتغلها يا نبيل خطر جدا، واي حاجه لازم تحصل بسريه مطلقه. من النهارده مش هنتقابل الا في المواعيد والاماكن اللي انا هحددها لك. تمام. انت بتعمل ايه؟ هكتب اللي انت بتقوله. ده اول غلط. في الشغلانه بتاعتنا مفيش حاجه بتتسجل على ورق، اي حاجه بتتكتب ممكن تتمسك وتتاخد ضدك دليل. احفظ، نمي عندك الذاكره الفوتوغرافيه. كل الشغل اللي انت عايز تعمله اعمله هنا. فهمني؟ فاهم يا مسلم. ولما تيجي تقابلني بقى تتاكد ان مفيش حد اطرق. تقصد البوليس؟ البوليس وغيره. احنا مش بس لوحدنا في الساحه، في غيرنا منظمات ومؤسسات كتير، والمنافسه بيننا وبينهم قويه جدا، ودول بقى اخطر من البوليس. عايزك تفتح عينيك، لو حسيت في حاجه مش طبيعيه تبلغني على طول. فاهمني كويس؟ فاهم. وقتها نبيل ما كانش في دايرة اهتمامنا، لكن أول ما اشتغل في الشركة اللي بتشتغل فيها لويس جولدمان حسينا إن الموضوع ابتدى يكبر. ساعتها قررنا نبعت الراجل بتاعنا على ألمانيا. في الوقت ده كان في وفد تجاري مصري مسافر ألمانيا، سافرت أنا معاه على إني واحد من أعضائه. ده على السلامة يا سيد عادل. ذكروا الحمد لله يا فندم. اتفضل.